السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي طلابي تالتة اعدادي واولى اعدادي وتانية اعدادي. النهارده ان شاء الله يا شباب هنشرح لكم المحادثة، عشان في ناس كتير قوي اشتكت من المحادثة. قلت لها يا مستر احنا مش عارفين نحل محادثة، الحقنا. تعالى يا معلم. اول حاجة عشان تحل المحادثة تعالى افسرها لك واحدة واحدة عشان تفهمها. بص يا سيدي، المحادثة دي ببساطة هي عبارة عن جمل، واحد بيقول سؤال والتاني بيرد عليه. يعني مثلا انا قلت لك انت منين، ده مش سؤال، حضرتك لازم ترد عليا تقول لي انا مثلا من انجلترا، انا من مصر، انا من اي حته. سؤال وبترد عليه. تعالى بقى نبدا كده نفهم المحادثه دي عباره عن ايه. بص يا شباب، اول حاجه لازم قبل ما اخش في المحادثه لازم تكون عارف الافعال. الافعال يا شباب بتنقسم لثلاث حاجات: افعال مساعده، وافعال ناقصه، وافعال اساسيه. دي كل الافعال اللي موجوده على وجه الارض. يبقى اول ما تسمع كلمه افعال هيجي في دماغك ثلاث حاجات. ايه هما؟ اول حاجه الافعال المساعده والناقصه والاساسيه. طيب الافعال المساعده اللي موجوده على وجه الارض هي ام واز وار ووز وير هاف هاز هاد دو داز ديد، وبتحفظها، لازم تحفظ. وفي افعال تانية يا شباب اسمها افعال ناقصه، اللي هي كان، كود، شال، شود، ويل، وود، مي، مايت. طيب وفي برضو ماست. وفي طبعا حاجات تانية يا شباب اسمها افعال اساسيه. الافعال الاساسيه دي هي اي فعل تاني غير الفعل المساعد والفعل الناقص. يبقى الافعال الاساسيه دي هي ايه يا شباب؟ افعال غير الافعال المساعده والافعال الناقصه. تمام؟ يعني مثلا لو قلت لك ستارت، هل الستارت دي من الافعال المساعده والافعال الناقصه؟ لا، يبقى ده فعل اساسي. طب لو انا قلت لك فيزيت مثلا، هل فيزيت دي من الافعال المساعده؟ لا. طب هل هي من الافعال الناقصه؟ لا، يبقى هي من الافعال الايه؟ الاساسيه. يبقى لو حد قال لك ايه هي الافعال هتقول له انهي افعال؟ ده في الافعال متقسمه لثلاث حاجات اصلا. طب هيقول لك ايه هم؟ قول له والله في افعال مساعده وافعال ناقصه وافعال اساسيه. طب هيجي يقول لك ايه الافعال المساعده؟ تروح قايل له، والافعال الناقصه وتقول له، والافعال الاساسيه. الافعال الاساسيه هي اي فعل غير المساعد والناقص. تمام كده؟ طيب ركز معايا عشان المحادثه النهارده تقيله، هشرحها لك بطريقه تعجبك قوي، ففوق. طيب في نقطه عايزين نفهمها: الافعال المساعده والناقصه ما ينفعش يجوا في نفس الجمله. طب يعني ايه الكلام ده؟ بص يا سيدي، الافعال الاساسيه دي لازم تيجي في الجمله، عشان كده سميناها فعل اساسي. طيب هل الفعل المساعد بيجي مع الفعل الاساسي؟ طب هل الفعل الناقص بيجي مع الفعل الاساسي؟ طب هل ينفع نجيب بقى مساعد مع ناقص؟ لا. طب ينفع نجيب مساعد مع ناقص مع اساسي؟ قلنا لا، ما احنا قلنا ما ينفعش مساعد مع ناقص، استحاله يجي في الجمله مساعد مع ناقص، ما ينفعش. امال ايه اللي لازم يجي في الجمله؟ الاساسي، ياخد معاه الناقص او ياخد معاه المساعد، لا يجوز يجي الثلاثه مع بعض. الله مستر الكلام تقل. تعالى بقى اقول لك المحادثه بقى عشان تفهمها قوي. ما انا عشان اخش لك في المحادثه لازم حضرتك تفهم دول حاجات اساسيه. تعالى نخش على المحادثه. بص يا سيدي، المحادثه بكل بساطه لازم تعمل حاجه الاول اللي هي السؤال. تعرف السؤال بيتكون من ايه؟ طب السؤال بيتكون من ايه؟ بص يا سيدي، بيتكون من اداه استفهام اهو، اداه استفهام اللي هي مثلا اولها WH. اي اداه استفهام بيبقى اولها WH، زي مثلا كلمه وات، زي مثلا كلمه وير، زي مثلا كلمه هو، زي مثلا كلمه ويتش. كل دي يا شباب اسمها اداه استفهام. زي مثلا كلمه وين مثلا. وفي حاجه كمان اسمها هاو اهي. هاو طبعا بيجي معاها حاجات معينه، هقول لك كل حاجه دلوقتي. يبقى اداه استفهام ثم يا جماعه بيجي بعدها، بالله عليكم انا عايز تركيز قوي، حاجه اسمها فعل مساعد او فعل ناقص. عظيمه مستر، ده كده الفعل المساعد والفعل الناقص، زائد ايه؟ حاجه اسمها فاعل، والفاعل ده بيكون حاجه من الاتنين، اسم شخص او ضمير. والضمير يا شباب اللي هو اي، وي، يو، زي، هي، شي، ات. واسم شخص اي اسم شخص: علي، احمد، حسين، سهى، سهيله. ثم يا قلبي فعل اسمه بقى ايه؟ فعل اساسي. مستر انا حاسس الكلام كبير، الكلام كبير يا مستر، اهدى
اهدى وركز، تعال اعلمك. بص، اول حاجه يا قلبي هتيجي عند الاداه الاستفهام دي، تمام، هتختار واحده منهم، تمام، هتيجي عند الفعل المساعد والفعل الناقص، هتختار واحده فيهم بس. طب ايه ده يا مستر؟ ده انا هاخد الاثنين. انت امال انت حاطط الاثنين ليه؟ ما احنا لسه قايلين ان ما ينفعش فعل مساعد مع فعل ناقص، لازم تاخد واحده بس، لا اما مساعد لا اما ناقص. طب ايه هي الافعال المساعده؟ ياه، افعال مساعده، كل الكلام اللي بالاحمر ده افعال مساعده. طب يا مستر ايه الافعال الناقصه؟ كل الكلام ده افعال ناقصه. امال ايه يا مستر؟ طب تعالى بص كده، احنا هنا يا شباب بتاخد حاجه واحده بس، لو يكن فعل مساعد، تمام. تعالى نكتب مثلا الافعال المساعده هنا. بص كده يا قلبي، زي مثلا ايه الافعال المساعده؟ قلنا ام عشان فيها فكره، انا هكتبها تاني عشان فيها فكره معينه. ام، از، ار، ووز، وير، هاف، هاز، هاد، دو، دز، ديد. كل دي يا شباب افعال مساعده ومهمه، وهقول لك كل حاجه لها علاقه بايه دلوقتي، او ليه بكتبها تاني. ثم الفاعل، سيبك من الفاعل ده دلوقتي، هو مهم بس سيبك منه. الافعال المساعده بقى، انا اسف، الافعال الاساسيه. الافعال الاساسيه دي بتتغير على حسب الفعل المساعد بتاعك، على حسب ده. بمعنى ايه؟ لو لقينا ام واز وار وواز وير، هتاخد الفعل الاساسي يبقى فعل اخره اي ان جي، ركز معايا قوي. طب لو كان هاف وهاز وهاد، هيبقى الفعل الاساسي بتاعك تصريف ثالث. يعني ايه تصريف ثالث؟ يعني مثلا بلاي، بلايد، بلايد. انا عايز بقى التصريف الثالث ده اهو، تمام. طب لو لقينا دو او داز او ديد، يبقى الفعل المساعد، الفعل الاساسي بتاعك يبقى فعل في المصدر يا فندم. وطبعا انت عارف يعني ايه فعل في المصدر. تعال بقى نبدا نفهم الموضوع ده. بص يا سيدي، نعمل بقى امثله وركز معايا عشان هتحلك المحادثه. بعون الله هخليك دلوقتي تحل بايدك، هتشوف انت دلوقتي، وهديك سؤال، هديك سؤالين وتحلهم لي في الكومنت تحت، هتحلهم لي واشوفهم، هتحلهم واشوفهم. طيب تعال نعمل سؤال. اول حاجه بنعمل سؤال ازاي؟ بنبدا مثلا، تعال نبدا مثلا بوير دي. ادي وير، ادي اداه الاستفهام. طيب بعد اداه الاستفهام انت عايز ايه؟ عايز فعل مساعد. احنا ماشيين بتكوين الجمله، عايز فعل مساعد. هنختار افعال مساعده. لو يكن هنفترض مثلا از ولا حاجه، هناخد از مثلا. ادي از اهي، تمام، از. بعد از انت عايز فاعل. الفاعل ده اسم شخص او ضمير، بس انت مش بتاخد اي حاجه. يعني ايه؟ يعني انت لو هتاخد فعل مساعد از، يبقى الفاعل بتاعك هنا حاجه من الثلاثه، لا اما، اسمع، لا اما هي، لا اما شي، لا اما ات، او اي اسم مفرد. ها تحب تختار ايه بقى؟ الفاعل بتاعك تحب تختاره ايه من هنا؟ هنفترض مثلا هي مثلا، ادي هي اهي، تمام. بعد الفعل عايز فعل اساسي. مش انت اخترت از، يبقى الفعل الاساسي اخره اي ان جي. هناخد مثلا بلاي، بس حط له اي ان جي، ثم علامه الاستفهام اهي، معناها اين هو يلعب. كده انت كونت السؤال. الاجابه بقى هتجاوب ازاي؟ بص يا سيدي، هتيجي عند كلمه وير، تمام، هتمسكها وتعصرها وتقول لها انت معناكي ايه؟ هتقول لك انا معنايا اين. عظيم، تمام، ركز معايا، فوق. اين هو يلعب. طيب مش انت بتسالي يا اين انت يا وير؟ مش انت بتسالي عن المكان؟ مش انا، مش هي اسمها اين، واين انت واخدها في الابتدائي بتسال عن المكان. فانت تمسكها كده وتجيب منها المفيد. اين هو يلعب؟ اين اجيب المفيد منها؟ في النادي مثلا، او في المدرسه، في اي حاجه. في النادي ات كلاب. كده كتبنا في النادي، تمام، حلو. كده انت خلصت اداه الاستفهام. تخش بقى على از. از دي حكايتها حكايه. از تيجي تنزلها تقول لك لا عيب ما تاخدنيش. تقول لي ايه؟ لا عيب ما تاخدنيش. قلت لها امال اعمل ايه؟ قالت خد اللي بعدي ثم خدني. قلت لها ازاي يعني؟ يعني اخد اللي بعدها اللي هي اهي، ثم خدها
اللي هي از. طب والفعل اخر ان شيء ينزل زي ما هو، يبقى بلاين. كده انت خلصت السؤال الاجابه يا معلم. يبقى هو بيلعب في النادي. خلصت. بالله عليك صعبه؟ تعال نحل اسئله كمان عليها. بص يا سيدي سؤال كمان. لو انا جيت اقول لك مثلا وير، اين، تعال ناخد مثلا كلمه ار دي. where are you going؟ علامة استفهام. احنا مشينا ازاي؟ بص where اهي اداة الاستفهام، خدنا ار اهي. طيب ار عايزه فاعل، الفاعل بتاع ار ايه؟ مش بتاخد اي فاعل وخلاص. يعني ما ينفعش تحط لي احمد مع ار. ليه؟ عشان ار ليها ضمائر معينه، ليها فاعل معين. طب ايه الفاعل بتاع ار؟ ار الفاعل بتاعها وبص اهو ركز معايا كده، ليه 4 حاجات: زي، وي، يو، اي اسم جمع. ادي كده هتاخد حاجه من دول، ما ينفعش تاخد حاجه تانية. تيجي ناخد مثلا كلمه يو مثلا، تعال ناخد يو اهي. يبقى احنا كتبنا وير وخدنا ار، الفاعل بتاعك اللي هو ده يو. عايز فعل اساسي، خدنا فعل اخره ان شيء اهو. يبقى الجمله معناها ايه؟ اين انت تذهب؟ رايح فين؟ اروح انا قايل له ايه بقى؟ بص بقى الحته دي بقى، اروح انا قايل له ايه؟ امسك وير، اعصرها، اجيب منها المفيد. يا وير، يا وير انت معناك ايه؟ معناها اين. يبقى انت بتسالي عن المكان. اين انت تذهب؟ رايح فين؟ اروح جايب وير دي كده، اجيب منها المفيد. طب ايه المفيد من وير؟ المكان. حط المكان اللي انت رايحه. اين انت تذهب؟ فهو رد عليه، الشخص التاني رد عليه قال له مثلا رايح المدرسه. اروح قايل له المدرسه تو سكول، يبقى الى المدرسه. الجمله خلصت؟ لا لسه. بص اروح عند كلمه ار، الافعال المساعده احنا لسه قايلين بتقول ايه؟ خد اللي بعد ثم خدني. ها ار هتقول ايه؟ لا عيب ما تاخدنيش، خد اللي بعدي ثم خدني. اخد يو، بس يو تيجي تقول لك اوعى تنزلني زي ما انا، اوعى تنزلني زي ما انا. امال بتنزلي ايه يا بت يو؟ بنزل اي. بنزل ايه يلا؟ اي. طب تمام، يو عود نفسك تنزل لاي. طالما مع ار، يو مع ار، يو تنزل اي. طب وار تنزل ايه بقى؟ تنزل ام، والفعل اخره ان شي، ينزل زي ما هو، ينزل زي ما هو. كده الجمله خلصت. يبقى معناها انا اذهب الى المدرسه. طيب نعمل سؤالين 3 5 كمان عادي، احنا النهارده ليلتنا كلها في المحادثه، مش هنسيبها غير لما نفهمها. سؤال كمان ركز معايا، ده السؤال الثالث. بيقول لك ايه بقى؟ وين مثلا. نعمل سؤال بوين. وين بالمناسبه معناها متى، وكلنا عارفين الموضوع ده. متى خدنا اداه الاستفهام يبقى انت عايز بعدها فعل مساعد او ناقص. احنا قلنا خلينا نركز في الفعل المساعد دلوقتي. تحب تاخد فعل مساعد من ايه؟ احنا خدنا از وخدنا ار، تحب تاخد ايه؟ خد مثلا ووز مثلا. ووز اهي يعني. عظيم. بعد ووز انت عايز فاعل. اتفقنا ان كل فعل مساعد من ده ليه فاعل معين، ليه ضمائر معينه. يعني احنا من شويه كنا واخدين ار بتاخد الحاجات دي. هل ينفع ار تاخد الكلام ده؟ لا، تاخد دول بس. ما ينفعش ليها تاخد غير دول بس، دول ولادها. ما ينفعش انا مثلا واحد مخلف 5، احمد وحسين و3 كمان، احمد وحسين مثلا، او 2 احمد وحسين، وواحد تاني مخلف مثلا ساره وعلي. هل ينفع انا اخد مثلا ولاده وهو ياخد ولادي؟ لا. فده نفس الحوار. ارض يا جماعه لها ولادها، ولادها اهم، ما ينفعش اخد غيرهم. اخد حد تاني؟ لا ما ينفعش. طيب نفس الحوار لو احنا خدنا وز زي ما احنا خدناها كده اهي. وز دي ليها ولاد. ايه ولادها؟ اهي تعال نكتبهم هنا. وز دي لها ولاد 4، اي وهي وشي وات، واي اسم مفرد. لو جه حاجه غيرهم لا، يبقى وز ما بتاخدش غير دول بس. تحب تاخد انهي واحده؟ خد شي مثلا. شي اهي. يبقى متى هي مثلا سليب. مستر علاء في حاجه غلط. قلت له ايه هي؟ مش انت خدت وز؟ قلت له يبقى انت لما انت خدت وز يبقى الفعل الاساسي بتاعك اخره اي ان جي اهو، علامه استفهام. دي معناها ايه؟ متى هي تنام. نامت امتى؟ يلا هنعمل ايه؟ نمسك اداه الايه؟ الاستفهام.
اللي هي when. يا when انت معناك ايه؟ معناه يا متى. طيب المفيد منك ايه؟ الوقت. متى هي تنام، يبقى انا امسكها كده واخد منها المفيد واجيبه في الاخر. اجيبه فين؟ في الاخر. طيب هو مش بيقول لك متى هي تنام تروح انت قايل ايه بقى؟ ات مثلا في الساعه 7. بالمناسبه لو انت هتقول بالليل يبقى بي ام، لو الصبح هتقول اي ام. طب افرق ما بينهم ازاي؟ اعرف ان دي الصبح ودي بالليل ازاي؟ خد دي، خدها بص. بي ام بالليل، اي ام الصبح. تاني بي ام بالليل، طب اي ام الصبح. خليك اي حاجه كده عشان تفهمها. تعال نشوف مثلا الحته اللي جايه دي. احنا خدنا وين، خدنا منها المفيد. طيب امسك بقى عند كلمه ووز اعمل فيها ايه؟ ووز هتيجي تقول ايه؟ خد اللي بعدي ثم خدني، عشان هي فعل مساعد. الافعال المساعده خد اللي بعدي ثم خدني، اللي بعدها اللي هي شي اهي، شي اهي، ثم خدني اللي هي ووز، والفعل اخره جي بينزل زي ما هو، احنا كلنا عارفين الكلام ده، سليبنج. كده الجمله خلصت. طيب يا مستر انا حاسس ان انا كده يعني بدات افهم شويه. عادي لازم تفهم، عمال اديك امثله كل شويه، لو ما فهمتش يبقى فيك حاجه غلط. بس انا هريحك، لو انت ما فهمتش هديك مثالين كمان، بس لو انت ما فهمتهمش يبقى انت فيك المشكله مش انا، والله انا عملت اللي عليا. تعالى كده بص يا سيدي، لو احنا جينا قلنا يا باشا احنا خدنا خلاص ام واز وار وز وير، صح؟ خدنا الافعال المساعده دي. تعال مثلا ناخد حاجه من هاف وهاز وهاد عشان هما نفس الفكره، بيجي بعدهم تصريف تاني. لو يكن مثلا كلمه هاز دي هناخد مثلا وير مثلا. وير اهي، وير ادي فعل اداه استفهام وير. خد لي بقى فعل مساعد، هناخد مثلا كلمه هاز. الافعال المساعده ليها ولاد، هاز ولادها ايه؟ هاز ولادها ايه؟ هاز ولادها اهي اهي، هي وشي وات واي اسم مفرد. تعال ناخد مثلا من ولادها اسم مفرد مثلا، يبقى احنا كده خدنا هاز اهيت، الاسم بقى اهو الشخص ده اللي هو الحاجات دي. خد مثلا اسم مفرد علي مثلا، ولا اقول لك خليها علي عشان بحب اسم بعد اذنك يعني. بس يا مستر هو انت ناسي ان اول حرف في اي اسم لازم يبقى كابيتال؟ اه صح، انت عندك حق. اهو يا عم انا اللي غلطان اهو. تمام. وير هاز علاء، ادي وير اداه الاستفهام ثم هاز ثم الفاعل. عايز بقى فعل اساسي، الفعل الاساسي بتاعك هيبقى ايه؟ مش انت خدت هاز، يبقى الفعل المساعد بتاعك، انا اسف، الفعل الاساسي بتاعك ماله؟ تصريف ثالث. طيب اين علاء مثلا يلعب بليه، بس حط لها بعد اذنك اي دي تصريف ثالث، عشان احنا قلنا طالما هاز يبقى انا عايز تصريف ثالث. حل بقى، اروح اعمل كده. اين علاء يلعب، امسك وير اجيب منها المفيد. المفيد من العلاء ايه؟ علاء بيلعب فين؟ في المدرسه، في الشارع، ات ستريت، في الشارع، مش هتفرق اي حاجه، بيلعب في الشارع. ماشي يا عم. طيب كده الجمله خلصت؟ لا لسه. اعمل ايه اللي بعدها؟ الافعال المساعده تقول لك ايه؟ لا عيب، اوعى تنزلني، خد اللي بعدي ثم خدني. اللي بعدها اللي هي مين؟ علاء، ادي علاء نزل، ثم خدها بقى اللي هي هاز، والتصريف الثالث ينزل زي ما هو. اوعى تنام يا ولا، اوعى تنام، كله يركز يفوق، كله يركز. المحادثه اللي مدمره الناس، الكلام ده يا جماعه الاولى وثانيه وثالثه اعدادي، المحادثه دي للثلاثه، فركز معايا. لو انت لسه في اولى بتسمعني هتريحك في ثانيه وثالثه، لو انت في ثالثه وضعت في اولى وثانيه هتلحق نفسك وما تخافش، انا هظبط لك المحادثه، مش هخليك بعد كده بص اول ما اخش امتحان ايه ده المحادثه انا فرحان وتحلها على طول. بص بقى، بص يا سيدي، ركز معايا، ركز معايا. لو احنا قلنا مثلا مثال كمان، ايه رايك لو احنا قلنا بقى حاجه على هاو دي مثلا، ناخد حته على هاو، حته على هاو. هاو دي بيجي معاها حاجات كتير قوي. هاو لو معاها كلمه جو، الفعل الاساسي بتاعها كلمه جو، الفعل الاساسي ده لو معاها كلمه جو او كلمه ترافل او كلمه جيت تو، يبقى الكلام ده يبقى معناه ايه؟ تعال اقول لك. بص تعال بس نعمل سؤال الاول عشان تفهم قصدي. لو احنا هناخد مثلا كلمه هاو دي، تمام، ايه رايك بقى مع هاو دي يا شباب ناخد مثلا كلمه هاد دي، هاد اهي فعل مساعد، هاد اهي عايز بعدها فاعل. طيب اختار فاعل ايه؟
طب هاد يا مستر علاء لها ولاد، هاد دي حلوه جميله مريحانا. هاد ولادها كله، يعني ايه ولادها كله؟ يعني بتاخد اي وهي وشي وات وي وزوي ويو وي وزي. طيب ادي كده هاد بتاخد كله، واسم مفرد واسم جمع، يبقى انت خد اي حاجه. كيف، هاو دي بمعناها كيف بالمناسبه. كيف علي يذهب تو مثلا work، كيف يذهب الى العمل. طيب بص، تشوف هاو مع كلمة جو يبقى انت عايز كلمة باي وتحط بعدها وسيلة مواصلات. تاني تشوف هاو معاها كلمة جو يبقى انت عايز كلمة باي وبعدها وسيلة مواصلات. ايه وسيلة المواصلات بتاعتك؟ بتروح الشغل بايه؟ باي باص، باي كار، باي ترين، بالقطر، حط اي حاجة. اشهر حاجة باص. طيب ايه تاني يا مستر؟ يلا احنا كده جبنا هاو وجبنا منها المفيد. تمام. بالمناسبة لو شفت هاو مع كلمة جو يبقى انت تحط وسيلة مواصلات، باي وسيلة مواصلات. مش شرط جو، ساعات جو دي بتبقى متغيرة، ممكن جو او كلمة ترافل، احفظ عشان الكلام ده مهم، او كلمة جيت تو. وليه في كمان حاجة كمان arrive اللي هي معناها يصل. يبقى لو شفت جو او arrive او travel او get to مع كلمة هاو يبقى المفيد بتاعك باي باص. طيب يلا نحل اللي بعدها. بص يا سيدي، خدنا هاو المفيد بتاعها خلاص. هذا هتقول ايه؟ هدي فعل مساعد. الفعل المساعد بيقول ايه؟ لا عيب، اوعى تنزلني، خد اللي بعدي ثم خدني. اللي بعده ايه يا ابني؟ علي، ادي علي اهو، ثم خدها اللي هي ايه؟ خلصت؟ لا، خش بقى على كلمة جو اهي. كمل to work. الشاطر يقول لي ايه الغلط في الجملة دي؟ البرنس يقول لي فكر، هديك 5 ثواني. ايه الغلط؟ ايوه شفتك، خدت بالي، شاطر جدع، هي فعلا كلمة جو دي اللي غلط. طب غلط ليه يا مستر علاء؟ يا خد يلا، مش انا قلت لك لما تشوف كلمة هاد يبقى انت عايز تصريف تالت ما تركز ما تنامش يبقى لما اشوف كلمة هاد يبقى انا عايز تصريف ايه؟ تالت. وهاد اهي، هل دي تصريف تالت؟ ده في تصريف اول. يبقى انا اعمل ايه؟ امسحها واجيب منها التصريف التالت جن. اوعى تنسى بقى، هو انت مش عارف ان جو تصريفاتها اصلا جو وينت جن اللي احنا لسه كاتبينها دي. ادي السؤال خلص. تعال ناخد برضو فكرة جديدة عشان بيجيلك على هيئة افكار كتير. تعال ناخد فكرة جديدة. بص يا سيدي، الفكرة الجديدة بتاعتنا كلمة هاو برضو، بس هاو دي ممكن يجي بعدها حاجات كتير قوي غير الافعال المساعدة. انا قصدي قبلها. هاو دي بيجي بعدها ممكن هاو ميني، هاو ماتش. تاني اهي بص، هاو دي ممكن يجي بعدها كذا حاجة كده. هاو ميني، هاو ماتش، هاو اوفن كم عدد المرات، هاو لونج كم المدة، هاو تول كم الطول. طيب مستر بسرعة كده، ايه الفرق بين تول ولونج؟ تول كده، لونج كده، الاتنين معناهم طول، ولكن طول كده رأسي، اما لونج طول كده افقي. طيب نرجع بقى لموضوعنا الاساسي يا شباب. احنا دلوقتي قلنا كلمة هاو، مالها يا مستر هاو؟ تعال ناخد بقى الامثلة عليها. هاو دي مثلا لو هناخد مثلا كلمة هاو اوفن اهي. مستر علاء هي يعني ايه هاو اوفن؟ وبعدين انت بتنطقها غلط ليه يا مستر؟ هي اسمها هاو اوفتن. لا يا باشا، التي دي سايلنت، لا تنطق يا عزيزي. هاو اوفن يعني ايه؟ معناها كم عدد المرات. كم عدد المرات، بتسأل على كم مرة. بس خلي بالك المفيد بتاعها ايه هو؟ بص كده، بتقول كذا حاجة. ممكن تقول مرة once، احفظ بس معايا افهمك قصدي ايه. المفيد بتاعها اللي هتحطه في الاخر ممكن once، ممكن twice، ممكن 3 times، 4 times، وهكذا. الرقم الاولاني لو انت تقول مره كلمه once، مرتين twice، بعد كده بتحط 3 وبتحط كلمه times، 4 وبتحط كلمه times، 5 اللي هي معناها 5 وبتحط كلمه times، وهكذا 6 و7 و8 و9 بتحط كلمه times عادي. لكن هي الاول والثاني once وtwice. طيب احنا كده قلنا هاو اوفن معناها كم عدد المرات. عظيم. طيب بعد أداة الاستفهام احنا قلنا انت عايز فعل مساعد. تحب تاخد ايه الافعال المساعدة عندك؟
خلي بالك انا دي لحد دلوقتي ما اديتش عليها فعل مساعد، ركز، ما اديتش عليها مثال. تعال ناخد مثلا مثال عليها، ناخد مثلا دو. ماشي، دو اهي فعل مساعد عندك دو. طيب احنا قلنا ان دو او اي حاجه من هنا ليها اولاد معينين، مش بتاخد اي حد في اي حاجه كده. طب ايه ولاد دو؟ تعال هقول لك ايه ولاد دو. بص يا سيدي، ولاد دو يا شباب اهي، دو بتاخد 4 ضمائر، اي وي يو زي واي اسم جمع. تمام كده؟ دي ولاد دو. ماشي، تحب تاخد انهي واحده من دول؟ يعني مثلا كلمه زي مثلا، زي اهي، زي دي معناها ايه؟ معناها كم عدد المرات هم ايه بقى؟ طبعا احنا قلنا اداه الاستفهام هاو، فعل مساعد خدنا دو، ناقص الفعل اللي هو زي اللي احنا لسه واخدين اللي هي ولاد دو. الفعل بقى الاساسي، وخلي بالك الفعل الاساسي لازم يكون فعل في المصدر، ركز في دي. طيب كم عدد المرات اللي هم مثلا جو بيروحوها؟ جو تو سكول، بيروحوا كم مره المدرسه؟ علامه استفهام. اجابتك بتبقى ايه؟ انت بتروح كم مره المدرسه؟ 4 مرات المدرسه؟ ماشي، هتعمل كده، هتمسك هاو اوفن، المفيد منها ايه؟ اللي هو كم عدد المرات اللي هي بتروح كم مره المدرسه. لو يكن مثلا بروح 4 مرات، هتقول مثلا 4 تايمز، دي الاجابه. بس كده الاجابه خلصت؟ لا، لسه بقى في بقيه الجمله. يلا هاجي على دو هتقول لي ايه؟ خد اللي بعدي. دو هتقول لي ايه؟ خد اللي بعدي ثم خدني، خد اللي بعدي ثم خدني. خدت اللي بعدها اللي هي زي اهي، ثم دو اهو، ثم جو اهو، ثم تو سكول اهي، تو سكول، ثم بقى اللي انت بتقول عليها 4 تايمز، يبقى معناها هم بيروحوا المدرسه هنا، المدرسه اللي هتنزل هنا 4 مرات. في نقطه، دو يا قلبي ما بتنزلش تحت. امال ايه اللي بيحصل؟ بنحدف عليها قنبله. الله، ايه مثلا انت بتقول ده؟ ايه قنبله دي؟ هقول لك. بص حضرتك، دو لما بتلاقيها فوق ما ينفعش تنزل، الفعل اللي تحت يبقى مصدر. دو الوحيده اللي ما بتنزلش، بتختفي. طب ايه اللي بينزل مكانها؟ ما بتعملش حاجه، بتمشي بس طيبه. امال ايه بقى؟ جو بتنزل زي ما هي، الفعل اللي بعده يعني كلمه جو نزلت عادي، مفيش اي حاجه حصل، بس دو بقى بتشيلها، اصبحت ان زي جو تو سكول 4 تايمز. لا 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 مستر. طب يا مستر علاء، لو كانت مثلا هاو، بص بقى الحته دي يا جماعه عشان فيها تركايه بقى. هاو اوفن داز، شلنا دو حطينا مكانها داز. ايه اللي بيحصل بقى في داز؟ بص ولاد داز ايه اهي، بص كده ركز معايا، ولاد داز 4، وي هي وشي وات واي اسم مفرد، دي ولاد داز. طيب يا مستر حلو قوي، يعني انت ولاد داز هي وشي وات واسم مفرد. حط لي اسم مفرد ده، مثلا ساره مثلا. كم عدد المرات اللي ساره مثلا جو بتروحها تو مثلا جيم، بتروح الجيم كم مره في الايه؟ كم مره؟ كم عدد المرات اللي ساره بتروحها؟ عايز تقول مثلا في الاسبوع كم عدد المرات ساره بتروحها في الاسبوع؟ مفيش مشكله. طيب ايه الاجابه بقى؟ يا نهار ابيض على الاجابه يا جماعه، السؤال ده عظمه، بوم، سؤال بوم يا جماعه. بيقول لك كم عدد المرات اللي ساره بتروح الى الجيم؟ بتروح كم مره في الجيم؟ بتمسك هاو اوفن اهي، مسكتها واخد منها المفيد. ايه المفيد بتاعها؟ ان انا بروح مثلا مره، مرتين، 3 مرات، 4 مرات. هنقول مثلا مرتين، هتقول توايس اهي، توايس اويك، يعني ايه؟ مرتين في الاسبوع. طب عايز اقول 3 مرات عادي، هتقول 3 تايمز، 3 تايمز وبعد كده كلمه اويك. عظيم، كده الجمله خلصت؟ لا، احنا كده خدنا المفيد من اداه الاستفهام. تعال عند داز بقى، الافعال المساعده داز. احنا قلنا لو كانت دو بتختفي ما بتنزلش، امال لو داز ايه اللي بيحصل في داز؟ بص بقى في داز بيحصل فيها ايه. داز هتقول خد اللي بعدي، ماشي خد اللي بعدي، ثم خدني. لا، داز مش هتنزل مش هتتاخد، امال هتحصل ايه؟ هتختفي، بس هتاخد منها ازاي؟ مش فاهم. بص كده، احنا قلنا داز هتقول خد اللي بعدي اهي، ثم خدها، لا ما تاخدهاش، اخفيها دلوقتي، نزل اللي بعدهم عادي بقى. جو اهي، تو جيم
توجن. انت حاسس ان انا عايز اقول حاجه صح؟ ما عايز اقول حاجه. عايز تعرف ايه هي؟ تعالى. مش دي فيها اي اس؟ هتحطها هنا. يبقى لو شفت كلمه داز هتاخد منها الاي اس وتحطها في الفعل اللي تحت، بس بشرط لو الفعل اللي تحت اخره او هتحط اي اس. طب لو مش اخره او هتحط اس بس. يعني مثلا لو هنا مثلا كان سليب مثلا، كانت بدل جوز دي سليب مثلا، سليب دي هتاخد منها الاس بس. طب لو كانت الكلمه كان اخرها او كنا نحط اي اس مش اس بس. خلاص كمان واحده كمان واحده. هاو اوفن. ادي كده خدنا اداه الاستفهام. ثم فعل مساعد هناخد مثلا داز. الناس اللي مش عارفه تحل السؤال ده عليها فبفهمك اهو. داز ثم فاعل ناخد شي عشان ولاد داز. انت عارف ان داز ولادها اهي. تمام. عايز فعل اساسي. الفعل الاساسي يبقى مصدر. هناخد مثلا كلمه ترافل، يسافر. تو لندن. اوعى تقولها لي لندن، اوعى تقولها لي لندن، اسمها لندن يلا. طيب كم مره هي بتسافر الى لندن؟ بتروح كم مره للندن؟ بتسافر كم مره؟ والله حضرتك بص كل اللي بتعمله هتعمل كده. هتقول مثلا احنا قلنا لما نشوف هاو اوفن يبقى الاجابه بتاعتك بحاجه من دول. مره وانس، توايس، 3 تايمز، 4 تايمز، 5 تايمز على حسب. هنقول مثلا مرتين، توايس ا يير يعني مرتين في السنه مثلا. تمام. ايه تاني؟ هنيجي عند داز. خد اللي بعدي ثم خدني. اخد اللي بعدها. داز تنزل؟ لا، داز بتاخد منها الاي اس او الاس. تمام. المهم شيء اهي نزلناها. داز مش هتنزل. خد بقى اللي بعد داز او اللي بعد شيء اللي هي كلمه ترافل. ترافل تو لندن. تو لندن. ناقص حاجه بسيطه هنحط هنا اس. ليه؟ خدتها من هنا كده. طب ليه يا مستر مش هتاخد اي اس؟ كانت المره اللي فاتت كانت جو، فعشان كده حطينا لها اي اس. كانت تحت كانت جو فحطينا لها اي اس. طب لو عشان في او، طالما في او يبقى نحط اي اس. طب ما فيش او هناخد اس بس. احنا كده خلصنا يا شباب شويه معلومات مهمه قوي. اخر حاجه بقى ودي برضو ممكن تجي لك لو ديد. يعني يا مستر حلاق لو كانت داز دي كانت ديد ايه اللي كان هيحصل؟ ما كانش هتنزل برضو. ترافلد دي بقى كانت هتبقى غلط. امال اعمل فيها ايه؟ كنت اخليها ماضي هتبقى ترافلد، بس زود ال كمان مره. لو انت تحط اي دي بتزود ال كمان مره تبقى ترافلد كده. طب لو كانت يا مستر علاء ترافل دي هي كانت ضد هنا تمام وترافل هنا، بس هنشيل ترافل دي نخليها جو مثلا، كان ايه اللي هيحصل؟ جو دي كانت تنزل تصريف تاني وينت، عشان ضد ما بتنزلش. ضد نفس داز، بس داز كنا بناخد منها الاس او الاي اس، ودو ما كانتش بتنزل اصلا. طب وديد بناخد منها الماضي. يعني ايه بناخد منها الماضي؟ يعني الفعل الاساسي اللي موجود في الجمله بتخلي تصريف تاني بس كده. وبكده يا شباب احنا خلصنا سؤال المحادثه. لو حد عنده اي استفسار عن سؤال المحادثه او اي سؤال وقف معاه ابعتولي. خلي بالك المحادثه دي حواراتها كتير، بس دي حاجات اساسيه في المحادثه عشان تعرف تحل المحادثات. في طبعا تريكات هنديها لك برضه في الحلقه الجايه ان شاء الله باذن الله. هتوحشوني. باي.